شفتوا اللي حصل لي؟ رحت اشتري، مش عارفه ده ايه، ده اسمه كنتالوب ولا شمام ولا اسمه ايه. رحت اشتري بقى وعملت نفسي فالحه وجبت كميه، بديت اموال الراجل بالبتاع ده الشمام ولا اعرف اسمه ايه. رحت جبت كميه وجيت وقطع بقى وانا فرحانه بقى رخيص. جبت الكيلو ب15 جنيه، ما لقيتش فاكهه حقيقي بالسعر ده رخيص بقى وعجبني قوي. انا مش نازله اجيب، وانا نازله اجيب حاجه تانية خالص. لقيته بقى السعر عجبني، رحت جايبه كميه، فرحت قوي وقلت افرح الراجل بقى يا عيني في اللي احنا فيه ده. رحت جبته قال وقطعته بالطريقه دي وفرحانه بقى هاكلهم بقى، معرفش والله اسمه ايه. اللي يعرف يا جماعه اسمه ايه يقول لي في التعليقات. رحت مقطعاه بالطريقه دي وجينا ندوقه، يعوذ بالله ايه ده، قد ده وطعمه عامل كده ليه، ولا ليه طعم. بقيت مكسوفه مش عارفه اقول له ايه حقيقي. بيقول لي ايه ده اللي انت جايباه ده؟ قلت له والله انا لقيته سعره رخيص، قلت اما اجيبه، ده باين عليه حلو ولا ايه والناس بتجيب منه. ملناش ليه طعم خالص. خدت واحده عملتها العصير، واحده الا ربع كده عملتها عصير، والباقي قلت اعمله بقى ايه، اعمله فكره بقى لان جايبه كميه كبيره. رحت جايبه بقى ومقطعه بالطريقه دي، وقلت بقى ايه اجرب اشوف هعمل في البلوه دي ايه، نسمي الله ونصلي على الرسول. رحت ضرباه في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده، وكان عندي جيلي قلت اما اجرب بقى. عملت حته دي ميكس، والله هي يعني سبحان الله، يعني انا كنت حزينه قوي ان انا جبته، بس حقيقي لما عملته بالطريقه دي عجبني جدا، لان انا كنت عمري ما هعمله بالطريقه دي ولا هعمل الميكس ده حقيقي. الا انا مضطره، عشان مضطره، بس سبحان الله طلع جميل جدا. حطيت كيسين جيلي زي ما انتم شايفين كده، انا حطيته على النار غلي غلوتين، بس ما حطيتلوش سكر لان الجيلي مسكر. هو دلع ومش مسكر، بس الجيلي مسكر. رحت حاطه باكوين جيلي فراوله، ما اقولكيش بقى. وقلبته بقى بعد ما غلي غلوتين، رحت حاطه الجيلي، رحت مقلباه كده وسبته على النار حاجه بسيطه، يعني هو ما قلبش، يعني ما خليتش العصير قلب. ورحت بعد كده طفي عليه، وبعد كده برد بقى وحطيته في اطباق، وحطيته بقى في التلاجة جمد. ما اقولكيش بقى على طعمه حقيقي بقى. انا بقيت مبسوطة لان انا كسفت جدا قدامهم. ده حقيقي مش طعم ده ان انا اشتريه، ده انا عايزة اوفر قال. لكن حقيقي ما تجيبيش حاجة ما تعرفيهاش، جيبي كمية بسيطة. بس انا لما لقيت الناس بتجيب جبت. ده طعمه كان زي القتة، معرفش ده ايه الزرعة الغريبة دي. ما شاء الله. عملته بقى بالطريقة دي، اداني كام طبق كده زي ما انتوا شايفين كده. انا ضربته بالخلاط بكوبايه ونص ميه، وبعد كده رحت حطاه على النار، خد غلوتين وحطيت له الجيلي زي ما انتوا شايفين كده. وكان حقيقي طعمه حلو قوي حقيقي، الحمد لله. رديت كرامتي حقيقي، يعني ما عملته طلع حلو كده بعد اللي شفته منهم حقيقي. حقيقي لسه باقي منه كميه تانية، انتظروني بقى اعمل لكم فكره جديده تاني، وبالهنا والشفا.